طيب يلا بينا نتكلم شوية عن التحديثات الجديدة في اختبار البي تي اكاديميك المطلوبة بغرض التقديم على برامج هجرة استراليا. واحب اقول لك من دلوقتي ان التحديث ده حلو جدا للناس اللي بتستهدف المستوى الكومبتنت والبروفيشن. الكومبتنت هم الناس اللي مقدمين كبارتنر او الناس اللي كان مطلوب منهم سابقا ان هم يجيبوا 50 في كل مهارة في اختبار البي تي اكاديميك. اما البروفيشنت هم الناس اللي بيستهدفوا انهم يضيفوا ال10 نقاط بتوع اللغة في ملف الهجرة الخاص بيهم لاستراليا. فدلوقتي لو انت بتستهدف المستويين دول فعاوز اقول لك ان التغييرات دي هتسهل عليك اكتر، وده لان درجة الريدنج قلت وكمان درجه الليسننج قلت. صحيح درجه السبيكنج زادت شويه، يعني على سبيل المثال في البروفيشنت السبيكنج زاد من 76 بدلا من 65، وكمان الرايتنج بقى 69 بدلا من 65، ولكن هي ستيل اتشيفبل والفرق مش كبير. اما بقى بالنسبه للسوبيريور انجلش اللي هم الناس اللي بيستهدفوا انهم يضيفوا 20 نقطه في ملف الهجره الخاص بيهم، ال 20 نقطه الخاصين باللغه، فبرضه نفس الفكره درجه الريدنج قلت بقت 70 بدلا من 79، ودي نقطه ايجابيه، ودرجه الليسننج ايضا قلت بقت 69 بدلا من 79. من وجهه نظري التحدي الحقيقي الموجود هنا هو سيكشن الرايتنج، لانك هتحتاج ان انت تجيب 85 من 90 في الرايتنج. ولكن برضو عاوز اقول لك ان لسه الموضوع في ايدك، وده لان درجه الرايتنج حاليا بقت بتيجي من 4 اسئله فقط، اللي هم رايت اساي وسمرايز ريتن تكست وسمرايز سبوكن تكست ورايت فروم ديكتيشن. فلو انت اتقنت ال4 اسئله دول كويس جدا تقدر توصل للسكور اللي انت محتاجه. المهم يكون عندك الاستراتيجيه الصح والتدريب الكافي. بشكل عام انا شايفه ان السكورز الجديده بقت متناسبه اكتر مع التغييرات اللي حصلت في اختبار البي تي اكاديميك مؤخرا، ومش حاجه تخوف خالص. اما بقى بالنسبه للدرجه المطلوبه في سيكشن السبيكنج في السوبيريور انجلش اللي هي 88 من 90، فبرضه خليني اطمنك، في الاختبار الحقيقي سكور السبيكنج بيكون اكرم بكتير من منصات التدريب، والكمبيوتر مش بيقف لك على كل غلطه. يعني حتى لو اتلجلجت شويه او نسيت كلمه ده مش معناه ان السكور هيبقى قليل، بالعكس في ناس كتير بيطلعوا من الامتحان حاسين انهم وقعوا في السبيكنج وبرضه بيتفاجئوا بسكور عالي. المهم انك تكون عارف التكنيكس وبتتكلم بثقه وبسرعه مناسبه، والباقي بيتحسب لصالحك ان شاء الله. من الاخر يا جماعه، الشخص اللي بينجح في اختبار البي تي اي وبيجيب السكور اللي هو محتاجه هو الشخص اللي بيعرف تكنيك كل سؤال وبيتدرب على شكل الامتحان الحقيقي. وبالتوفيق للجميع يا شباب.